شركة نينتندو بدأت ان هي تصنع الوي يو بعد فشلها النسبي لجهاز الوي في سنة 2008، لان جهاز الوي ده كان ضعيف جدا بالنسبة للجرافيكس والسبيكس بتاعته، وكان الجيمرز وقتها بيفضلوا يشتروا الاكس بوكس 360 او البلاي ستيشن 3، وده طبعا عشان كان في جيمز وقتها كتير ما كانش الوي نفسه يقدر يشغلها. عشان كده شركة نينتندو اصدرت الوي يو سنة 2011. بس من سنة 2011 لحد دلوقتي ليه الوي يو ممكن تفكر ان انت تشتريه في سنة 2024؟ اهلا بيكم. في سنة 2011 تم اصدار الوي يو ده زي ما قلنا، ومن 2011 لحد دلوقتي الوي يو يعتبر جهاز قوي جدا ومطلوب جدا بسبب انك تقدر تعمل عليه حاجات كتير قوي ما تقدرش تعملها على النينتندو سويتش. انا شخصيا اشتريت الوي يو، طبعا هو كان مستعمل لان صعب جدا انك تلاقيه دلوقتي جديد، لان حتى كمان الستور بتاع نينتندو والسبورت بتاعه اتوقف نهائيا من شركة نينتندو نفسها من فترة كبيرة. بس فعلا انا ما ندمتش خالص ان انا اشتريت الجهاز ده، لان فعلا انا ما كنتش اعرف ان هو بالقوة دي، وفي مجموعة جيمز كبيرة بشكل متخصص، وفي كمان فيتشرز كتيرة مش موجودة في النينتندو سويتش اللي هو يعتبر احدث منه. خلينا نتكلم اول حاجة عن الديزاين وايه اللي بيجي مع الوي يو نفسه. الوي يو بيجي بالجيم باد زي ما انتم شايفين كده، وبيجي بالانترفيس اي بي اكس واي بالترتيب بتاع النينتندو، وبيجي بالستارت والسلكت، وهنا الباور بوتون، وهنا زرار التي في اللي بينقلك الصورة من الجيم باد للتلفزيون، وهنا انديكيتور البطارية، وهنا سماعة، وهنا زرار بيوديك الهوم والمايك وشعار الوي يو هنا. وبالنسبة للموجود هنا ده للاميبو اللي هي الكاركترز اللي انت بتقدر تضيفها في الجيمز، وهنا التراك باد طبعا، وهنا 2 جيو كونز، وكمان في كاميرا امامية زي ما انتم شايفين كده. اما من هنا زرار التريجر للرايت والليفت والزد ار والزد ال، وكمان موجود هنا البن اللي حجمه صغير جدا، وكمان احساسه في الايد مش كويس خالص، بس تقدر تستخدمه في كذا استخدام هنتكلم عنه. والفوليوم اب اند داون كده بسلايد مش بازرار، وهنا السنسور اللي بيكونكت مع السنسور الموجود اللي بتركبه على الشاشه، وهنا هيدفون جاك والشاحن بتاعه، ومن الخلف هنا في بعض البادز اللي بتحميه من الصدمات وبتخليه ثابت على اي سيرفيس، وهنا طبعا البطاريه اللي تقدر تغيرها زي ما انت عايز. اما من الاسفل في هنا الاكسسوري اللي تقدر تضيفه للنينتندو وي يو، ودي الدايمنشنز بتاعته. بس المهم هنا ان الشاشه نفسها 6.2 انش، وحجم الشاشه ما يعتبرش كبير ولا يعتبر صغير، والشاشه كمان من نوع ال سي دي، بس جوده الشاشه عموما تعتبر متوسطه. ده حجم الجهاز مقارنه بالنينتندو سويتش اوليد. طبعا شايفين الحجم قد ايه فارق، وقد ايه سمك الجهاز نفسه كبير جدا مقارنه بالنينتندو سويتش. وعلى فكره ده اخر جهاز قبل النينتندو سويتش اوريجينال نينتندو تنتجه، بعده على طول نزل النينتندو سويتش الاوريجينال اللي هي كانت نسخه ال سي دي. بس طبعا انتوا شايفين الشاشه هنا فرق كبير جدا، الجوده والالوان وكل حاجه، لان طبعا الشاشه الاوليد اكيد افضل بكتير من الشاشه ال سي دي. النينتندو وي يو ده بيجي بالكونسول بتاعه نفسه اللي هو بيكون فيه كل الهاردوير وكل السبيكس، وكمان بيجي معاه الشاحن بتاعه والاتش دي ام اي والباور بتاعه والجيم باد ده. الجيم باد ده بيتشحن عن طريق اليو اس بي دي، وبيجي طبعا في البوكس بتاعه، وكمان بيجي السنسور اللي بتركبه فوق الشاشه عشان هو ياخد الاشاره من الكنترولر نفسه عشان الجيمز اللي فيها موشنز والبرامج اللي فيها موشنز. قبل ما اتكلم عن السوفت وير كمان خليني اقول لك ان الجهاز فكرته انك انت ما تقدرش تستخدمه ستاند الون، يعني ما تقدرش ان انت تاخد الجيم باد ده وتلعب بيه ريموتلي، لازم تكون قريب من الكونسول نفسه اللي هو ده، وما تبعدش بعيد عنه، يعني لازم تكون في نفس الغرفه او في الغرفه اللي جنبها بالكتير قوي عشان الكونكشن ما بينه وما بين الكونسول. ولكن فكره انك مثلا تلاقي تقطيع او تلاقي الكونكشن مش موجوده، لا ده مش هتلاقيه خالص. يا اما الكونكشن موجوده وشغاله كويس، يا اما هو هيفصلك خالص من الكونكشن، ولازم تقرب شويه من الجهاز نفسه. الجهاز نفسه مش بحجم كبير قوي زي ما انتم شايفين كده، وتقدر ان انت تخليه عند الشاشه بتاعتك ويفضل زي ما هو. بمجرد ما انت تدوس على زرار التي في ده بينقل الشاشه الموجوده هنا للشاشه بتاعتك الخارجيه عشان تقدر تلعب على الشاشه الكبيره، ولما تدوس تاني على الزرار نفسه بينقل لك الشاشه وتقدر تلعب على الجيم باد نفسه. فسواء بتحب تلعب على الجيم باد او على السكرين، الجهاز بيتيح لك التجربه دي. مشابهه جدا للفكره اللي موجوده في النينتندو سويتش، ولكن الفكره في النينتندو سويتش ان هو تقدر تاخده في اي مكان معاك، وتقدر ان انت تبعد خالص عن الكونسول نفسه، لان السبيكس كلها والهاردوير كله موجود في الجهاز نفسه. طبعا دي حاجه ممكن تفكر ان هي ممكن ما تكونش عمليه، ولكن انا بالنسبه لي شخصيا انا شايفها مش مشكله خالص، لان انا بستخدم الوي يو في البيت بشكل اكبر. بالنسبه للاكسسوارات اللي ممكن
بتشتريها مع الجهاز هو عباره عن الكنترولر نفسه بتاع الويو وكمان الريموت نفسه بتاع الوي. الكنترولر بتاع الوي بتقدر ان انت تشغله على الويو في جيمز كتير قوي، وطبعا هو وايرلس بالكامل تقدر تستخدمه لوحده، بس انا ضايف له الجوي كونز دي عشان اقدر ان انا اضيف له ازرار زياده، وده بيكون شكل الاكستنشن نفسها بتربطها عن طريق المنفذ ده. والكنترولر فيه الاي والبي، الاي والبي موجودين هنا وهنا، وازرار ال1 و2 ممكن ياكت از الاكس والواي، وهنا زرار الهوم اللي بيوديك للهوم والفوليوم اب اند داون، وكمان التراك باد موجود هنا والباور. زي ما انتم شايفين كده في ماريو تنس انا اقدر ان انا اتحكم بالجيم باد نفسه كبلاير 1، وكمان في نفس الوقت البلاير 2 يقدر يتحكم بالريموت كنترول. وزي ما انتم شايفين كده انا اقدر اتحكم في الاثنين بشكل طبيعي، وكمان لو دوست على التي في بينقل السكرين على التي في، وتقدر ان انت تشغل الجيم على التي في وتلعبوها انتوا الاثنين. وكمان طبعا لو عندك اكتر من كنترولر تقدر ان انت تشبكه لحد 4 اشخاص او اكتر كمان. في نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، بان الجهاز نفسه بيشتغل بسي ديز. يعني انت تقدر دلوقتي تروح تشتري الوي يو سي دي، فيزيكال سي دي، وتشغله. بس دلوقتي زي ما قلت نينتندو وقفت السبورت وقفلت الستور بتاع النينتندو وي يو، بس دي حاجة مش هتفرق معاك خالص، لان لو انتم ملاحظين انا عندي جيمز كتير جدا موجودة هنا، وده يوضح لك ان انا عامل مودنج او عامل هوم برو للوي يو. فكرة ان انت تعمل هوم برو مسألة بسيطة جدا، واقدر ان انا اشرحها لكم في فيديو منفصل بعد كده. خلونا نعرف في الكومنتس لو انتوا عايزين فيديو زي كده. طبعا لما انت تعمل له مودنج الجهاز ده تقدر تشغل عليه من اول الجيم بوي لحد الوي نفسه، وطبعا العاب الويو وكمان الجيم كيوب وغيرها كتير من الايميوليشن، ودي ميزة كويسة جدا، والالعاب كلها بتشتغل بشكل كويس جدا على الويو. زي بالظبط لو انت عملت للنينتندو سويتش مودنج تقدر ان انت تشغل عليه كل الجيمز دي، ولكن نينتندو سويتش غالبا لازم تفصل النتورك عنه عشان ما يحصلكش بان من نينتندو نفسها. بس الميزة هنا ان الموضوع اسهل بكتير من النينتندو سويتش وبطريقة ليجل جدا ومعروفة. من الحاجات اللي بشوفها مفيدة جدا بغض النظر عن الجيمز ان انت تقدر تتحكم بالبين ده في كل حاجة، وكمان الاستجابة بتاعته ممتازة جدا، وتقدر ان انت تستخدمه في كذا حاجة. انت حتى كمان تقدر تستخدمه في الكتابة وهو بيترجم لك الكتابة دي على السكرين نفسها. كمان فكرة ان انت تستخدم ويب براوزر زي ده حاجة مش موجودة في النينتندو سويتش، وكمان تقدر تشغل عليها نتفليكس واليوتيوب وكل البرامج التانية. قبل ما نتكلم عن الجيمز نفسها خلينا نشوف الصوت بتاع النينتندو وي يو مقارنة مع النينتندو سويتش. طبعا السماعات في الاثنين تعتبر ضعيفه بالنسبه لكونسولز تانية كتير، عشان كده ما بتأديش الغرض بشكل كبير. والسماعات في النينتندو سويتش اكبر شويه، عشان كده هتلاقي في فرق بسيط هنا في النينتندو سويتش. ولكن طبعا الاثنين تقدر تركب فيهم الهيدفون جاك، وتقدر كمان توصل عليهم بلوتوث هيدفونز. فانا مش هرشح لك ان انت تعتمد على الصوت بتاع الوي يو بالذات لو انت في مكان فيه دوشه كتير، ولكن النينتندو سويتش ممكن يكون الصوت فيه متوسط لو انت في مكان فيه شويه دوشه. اما لو جينا نتكلم عن الجيمز الموجوده في الوي يو فهنلاقي ان في مكتبه كبيره جدا موجوده لحد دلوقتي على النينتندو سويتش ستور، زي سوبر ماريو بروز، وزي سوبر ماريو تنس، وزي كابتن تود، وماريو كارت، ودونكي كونج، وجيمز كتير جدا تانية هتلاقيها موجوده في النينتندو سويتش، موجوده بشكل حصري للوي يو، وبتشتغل بنفس الاداء بالظبط، وكمان بنفس الريزولوشن اللي هو 1080 بي لو انت هتشغلها على سكرين منفصله. حتى كمان نينتندو عملت نسخه مخصصه للوي يو للجيم المعروفه جدا والاشهر اللي هي ليجند اوف زيلدا بريث اوف ذا وايلد. طبعا ليجند اوف زيلدا بريث اوف ذا وايلد من الالعاب الناجحه جدا، واللي اخذت جيم اوف ذا يير في سنه 2016 تقريبا، والجيم دي تعتبر من انجح الفرنشايزز اللي اتعملت في تاريخ نينتندو كله، واللي اتعمل منها سيكونس اللي هو زيلدا تيرز اوف ذا كينجدم، واللي كمان حققت نجاح كبير جدا. ولكن ان جهاز يكون موجود من 2011 يشغل جيم زي بريث اوف ذا وايلد دي حاجه كويسه جدا، وكمان بنفس الاداء الموجود في النينتندو سويتش. زي ما انتم شايفين كده زيلدا بريث اوف ذا وايلد شغاله بشكل مميز جدا، بس السكرين نفسها هي المشكله، لان السكرين مش هتكون اولا بالحجم ولا بالدقه الموجوده في النينتندو سويتش، ولكن انا بشوف ان هي بلايبل جدا، والالوان كمان كويسه جدا زي ما انتم شايفين، وكمان بدون اي مشاكل. بالمناسبه كمان ده حجمه بالنسبه للستيم ديك نسخه الاولد، والوي يو يعتبر من الاجهزه اللي اسهل شويه ان انت تعمل لها ايميوليت على الستيم ديك او على اي بي سي. يمكن انا اتكلمت على فكره الايميوليشن قبل كده، ان انت تقدر تشغل كل الجيمز بتاعت الوي يو والسويتش وغيرها كتير، فانت تقدر تعمل كده كمان على النينتندو سويتش، وتقدر تشغل كل الجيمز بتاعت الوي يو على النينتندو سويتش. وزي ما انتم شايفين كده نفس الجيم اللي هي بايونيتا 2 شغال على النينتندو سويتش. وطبعا انتم ملاحظين الكلاريتي بتاع نسخه
الاوليد وتشبع الالوان عن الموجوده في الوي يو، ولكن في نفس الوقت الجيم اصلا معموله للوي يو مش معموله طبعا للستيم ديك. وانا دايما بقول ان تجربه الجيم هتكون افضل بكتير من تجربتها على الايميليشن او على جهاز تاني. بس يعني تو بي اونست عشان اكون صريح معاك، الريزولوشن هنا بيخليك تاخد تجربه افضل بكتير. لو جينا نتكلم عن السعر، فانت لو جيت تدور على الجهاز نفسه جديد هتلاقيه غالي شويه. انا لقيته جديد على امازون تقريبا بسعر $230، وهسيب لكم اللينك في الديسكربشن. $230 دي طبعا بنتكلم عن الجهاز جديد مش مستعمل خالص، ولكن ده صعب انك تلاقيه وممكن تلاقي صعوبه في الشحن بتاعه. بس انت تقدر تدخل على اي باي وهتلاقي كونسولز كتير جدا من الوي يو كامله، وممكن تكون هاكد كمان زي النسخه دي ونازل عليها الهوم برو، ممكن بتتراوح ما بين $100 لحد $150. فده سعر انا بشوفه كويس على الامكانيات والجيمز اللي بتاخدها من الجهاز ده. وده اللي يجيبنا للنقطه الثانيه اللي هو هل الجهاز فعلا يستحق الشراء في 2024؟ واجابتي هي ايوه، يستحق الشراء جدا، لان الجهاز تقدر تعمل عليه حاجات كتير قوي زي الانترنت براوزنج، وزي ان هو فيه ستايلس تقدر تستخدمه في الكتابه والرسم، وزي كمان ان انت تقدر تعمل له مودنج وتنزل عليه الهوم برو وتشغل كل الجيمز وتشغل معظم منصات نينتندو نفسها. زائد كمان ان معظم الجيمز الموجوده اكسكلوزيف على النينتندو سويتش معمول لها اوريدي نسخه للوي يو. خلونا اعرف رايكم في الكومنتس، وهل انت فعلا شايف ان الجهاز ده مناسب ليك ولا لا؟ ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه واشوفكم في فيديو جديد.